ازيك يا ميونة عاملة ايه؟ ازيك يا ايمي، اخبارك ايه؟ والصيف اخباره معاكي ايه؟ الصيف انا بحب الصيف. استعديتي للصيف؟ تهيألي بدأت. الصيف بالنسبه لك، انا عارفه الصيف بالنسبه لك ده احلى من الشتاء. لا انا بحب انت الشتاء عاشقه ابدا. للصيف. بموت فيه. ايمي يا جماعه بتموت في حاجه اسمها صيف، بتكره مود الشتاء. ده حقيقي. وبتجيب لي فعلا كآبة الشتاء دي يعني الو ميونة، انا مكتئبه. انا عايزه الصيف يرجع. طب ايه اشتريتي حكايتك؟ براندات ايه السنة دي؟ براندات ايه السنه دي؟ لا لسه ما قررتش اشتري اي حاجه السنه دي خالص، لسه. طب تعالي بقى اقول لك على حاجة. تعرفي ان احنا مش بنشتري منتجات، احنا بنشتري ملفات مضغوطة الهوية. يعني كن منتميا، كن مرئيا، كن فاهم. ده عبارة عن ايه بقى؟ في جزمة او شنطة او حتى ستوري على الانستا. يعني انت قصدك الانتماء بقى للبراند المعين، وكل واحد ماسك في براند معين وبيدافع عنه. ودي بتلاقيها كتير في اي قعده، مثلا مظبوط. حد بيشجع براند معين، منتمي ليه انتماء كانه رمز للكرامه، احساس بالانتماء غير عادي وغير طبيعي، بيدافع عنه دفاع عن الحياه، مش عن البراند اللي هو منتمي ليه. بس يا ترى بقى هو مثلا بيكون على حق؟ حاسه ان هو على حق. يعني في ناس بتحب البراند بتاعها اللي هي بتحب تلبسه وبتدافع عنه، وده تلاقيه بيقول ده مواصفاته كذا وبتريحني، والتاني بيقول برضه لا ده مواصفاته كذا وبتريحني. صح، عندك حق. انا بقعد مع ناس كتير بيبقوا بيدافعوا كانهم بيدافعوا عن وطنهم. طب ايه رايك بقى في الصين وامريكا والهيصه اللي عاملينها بتاعه البراندات، وكل بقى المنتجين الصينيين شفتيهم على تيك توك بقوا ماليين التيك توك، وطالعين عمالين يقولوا احنا نقدر ننافس، مش نقدر نقلد. لا هم بدأوا فعلا يقتحموا السوق، وبدأوا ان هم ما يقلدوش. احنا زمان كنا نقول ايه؟ ده تقليد، ده صيني. لا دلوقتي بقى هم ينافسوا، بقوا بينافسوا السوق فعلا وفارضين سيطرتهم في أرض الواقع. يعني فبالتالي بينافسوا المنتج الامريكي. خدي مظبوط. بالك برضو امريكا دايما بتحب العظمه، وبتحب السيطره، وبتحب امريكا تحط ستوري للموضوع كله. امريكا بتخاف على السرديه، مش على الفلوس. مثلا تقنعك انك لو مش معاكي موبايل ايفون انت كده لا فايتك كتير. لو انت مش لابسه حاجه عليها لوجو كبير وباين كده ومنور، لا انت كده مش شيك. بتصدر لك الفكر ده. انت اصلا لما كل ما بتسيطري على اللاوعي بتاع الجمهور بتسيطري على الديمقراطيه. زي كده ما ادوارد بيرنس ابو البروباجندا كلها قال. يعني مش بس ده في الاعلانات، لا ده في الفلاتر بتاعت التيك توك، في ستوري على الانستا، خلاص بقى كل حاجه مسيطرين عليها. تخيلي كده يا ميانا، فتحتي دولابك ولقيتي كل اللوجوهات اختفت، والاسم اللي على كوبايه القهوه مش موجود. والله العظيم اريح. انت عارفه ليه؟ هتحسي ان الدنيا انا هحس فاضيه. انها فري، مش هقعد بقى اختار البس ايه النهارده ده مع ايه. عادي تختاري بحريه من غير ما تبقي متقيده بحاجه صح، معينه. من غير ما تبقي دايما مركزه. لا انا مش سبيشال في الحته دي، انا محدش خلاني مميزه. الاسم مش موجود على كوبايه القهوه. تحسي ان ايه، الدنيه فضيت كده مره واحده، وتحسي ان في فراغ، مش حاسين تعالي شوفي الساحل عامل ازاي. كل ما بنروح الساحل بنشوف كل واحده، واحنا منهم برضو، مش حقيقي بصراحه. مش هنطلع نفسنا بره الموضوع. بتلاقي اللوجو اكبر من المايو نفسه، وتحسي ان البنت شايله شنطه كبيره جدا، لازم اللوجو يكون عارفه. تحسي ان الشنطه هي اللي سبوت. شايلاها، مش هي اللي شايله الشنطه. طيب احنا مش بنقول لك ارمي شنطتك، ولا بنقول لاي حد ان هو يتخلى عن الحاجات اللي بيحبها، بس هي اللي بتقيمك. يعني لازم انت تكوني الجوهر والمظهر، مش المظهر بس. بالظبط. لازم نسترس على ان جوهرنا يكمل، يعني مظهرنا يكمل جوهرنا، مش مش العكس، العكس. او مفيش جوهر خالص. يعني ساعات بتشوفي ناس ما عندهمش اصلا، فاضيين من جوه. اي نوع من انواع الثقافه خالص، بس لابسين براندات. فهل بقى احنا بنقيم اللي قدامنا بالبراند اللي لابسه، ولا بنقيمه بشخصيته وبثقافته؟ وتعالي دلوقتي شوفي بقى اختيارات العريس المناسب. زمان كنا بنقول ايه؟ هو متربي، هي متربية، هو متدين ولا هي متدينة، مثقف ولا مثقفة. دلوقتي بقينا نبص على التيشيرت، عليه اللوجو منور قد كده وجميل كده، يبقى ده اكسبتد.
نبص على الشوز، لو عليها اللوجو باين كده والشوز تحفه ده اكسبتد خلاص. انما لو ما لقيناهوش، لو لقينا التيشيرت ابيض ساده ما عليهوش اي حاجه، ده فقير. ده لا، ده انا مش مثقف. الرساله بتجيلي على طول اللي هو ايه، انا ههرب. ده مش نفس مودي ونفس دماغي. ممكن انت بقى تدخلي في حته بس خدي بالك ان البراندات مش دايما اللي بيلبس براند برضو، مش عايزين نظلم كل اللي بيلبسوا براندات. مش دايما البراند عيب وقيد، ممكن يعمل سيلكشن على فكره. يعني انا مثلا كانه بيديني مسج انا في كاتيجوري معين. هو على العموم اللي بيلبس براند او اللي ما بيلبسش، اللي اهم من البراند هي الشخصيه، واللي اهم من البراند ونوع اللوجو اللي انا لابسه هو ثقافتنا. انت ثقافتك ايه؟ هل هنعرف نتحاور مع بعض؟ هل في قرب في الفكر ما بيننا؟ هي دي اللي اهم. عاداتنا وتقاليدنا بمعنى اصح. مش مشكله بقى احنا لابسين ايه، في ناس تحب تلبس البراندات اتس اوكي، البسوا براندات. في ناس بتلبس اللبس العادي خالص برضه اتس اوكي. وعلى فكره اللي بيلبسوا كوبي برضه هم مرتاحين فيه، يعني شايفين ان هو شيك. يعني انا ممكن اخترت الحاجه مش عشان انا عايز ابين ان هي غاليه او دي الاوريجينال، بس ذوقها عاجبني. بالظبط. وعلى فكره انا ساعات كتير جدا بجيب حاجه ذوقها عاجبني، اكيد مش ب 100,000 جنيه يعني ولا 200,000 جنيه، بتبقى كوبي وشكلها حلو وذوقها حلو وماشيه مع اللبس وشكل اللوجو بتاعها لذيذ حلو بالنسبه لي، عاجبني، مجرباه وحباه. وبتختلف على فكره الشركات اللي بتعمل الكوبي بالظبط، بتختلف. يعني ممكن تختاري كوبي نوعه حلو وشكله حلو يوفي بالغرض برضه. يعني خلوا في اريحيه في الاختيارات يا جماعه، ما حدش بقى يقول ايه ده انت لابسه ده علشان عليه لوجو، هي حرة. يعني الموضوع ما يبقاش مسيطر على تفكيرنا أوي. لدرجه ان احنا دور جواك ان احنا نكون ايه خلاص، لا ده انا لازم البس كده عشان اثبت وجودي واثبت نفسي. لا، انت البس اللي يريحك، البس اللي انت مقتنع بيه ويبرز شخصيتك. لما نروح المصيف بتاعنا ونروح الساحل مش لازم نكون فاترينة عرض، مش لازم ان احنا ناخد اللقطة باللوجو الكبير والباج اللي قد كده. عيشوا وانبسطوا، البسوا براحتكم، بس عيشوا اللحظة، عيشوا الفرحة واستمتعوا بالصيف. وكل سنة وانتم طيبين.